نادى أحمد الحربي منظم بطولة الفيفا والمشرف العام على بطولة الفيفا. اليوم شاهدنا مباراة القدامى الثانية بين الرضوى والمنت. كيف شاهدت المباراة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المباراة يعني من باب التكريم، ليست مباراة فوز أو خسارة. الكرة فيها الشيء الكثير، فيها المحبة، فيها الالتقاء، فيها اللقاء الودي، وهذا اللي احنا نبحث عنه. هذه مباراة احنا نعتبرها تكريمية ولا نعتبرها فوز أو خسارة. هذول الشباب خدموا ينبع، واحنا قطعنا عهد العام الماضي انه بإذن الله تعالى راح تقام، طالما انه في بطولة فيفا رمضانية لابد من تكريمهم في هذا الملعب. هذا عهد واستمرينا فيه. المباراة شيقة، 3-3 يعتبر صراحة، يعني في مجهود بذل، في منهم ما شاء الله لسه شباب بيلعب، وفي منهم الله يعطيهم العافية. لاحظنا السنة هذه لفتنا غير تكريم لأن الله يرحمهم 3 من المقربين. والله هذا من باب الوفاء. نعم. ويستحقوا، واحنا لا نزال نقول احنا مقصرين معهم، والله يرحمهم ويسكن روحهم الجنة. بذلوا مجهود كبير في حياتهم للناديين. نعم. ومن هذا الباب لابد من تكريمهم. نعم. بما انك كنت صلح لقاءات مع بعض اللعيبة، نعلنين من مرحلة التوقيت، يقول اليوم تعارضت مع مباريات دوريين، يعني تمنوها يوم آخر. والله لهم حق يزعلوا علينا، ولنا حق إن شاء الله نرضيهم بالمرات الجاية، لكن احنا بناء على طلبهم العام الماضي إنهم كانوا يبغوا يستمتعوا ببعضهم في الملعب لحالهم بدون حفل ختامي. نعم. عندنا بكرة المباراة إن شاء الله النهائية لبطولة الفيفا، وحضورهم اليوم نتمنى يكون حضور بكرة إن شاء الله تعالى كدعم لأخوانهم الصغار اللي موجودين الآن، ولكن بناء على طلبهم العام الماضي احنا حطيناهم اليوم مستقل لحاله. نعم. التوقيت جاء غصب عننا، 5 مباريات في دوري زين، ومو على قول ما هو بيدنا، ولكن الجاي ان شاء الله احسن. لكن نعدهم وعد ونتمنى منهم يتواصلوا معنا من يوم السبت الى رمضان القادم بعمر وعافيه على اظهار صوره حسنه لهم قبل ما تكون لنا، وان شاء الله تعالى ما يلقوا عندي ولا في الملعب هذا ولا عند ينبع سبورت ولا المنتديات كلها الا ما يرضيهم، وان شاء الله يطيب خاطرهم.